البضائع غير موجود فيها الأسعار اللي طبعا تحط على الرفوف يا جماعة الخير. أيضا نقاط البيع اللي هي الشبكة، أغلبهم طبعا يتهربون من موضوع الشبكة، وتلقاه يطلب منك كاش، والمفترض أنه يكون الشبكة موجودة عنده. هذه مجموعة طبعا من الشرايح، ما في شك أن المحل مخالف، وأيضا بيعها في هذا المحل يعد مخالفة. هذه المنطقة طبعا فيها باب مخفي. هذا الباب كان فيه مجموعة من البضائع هنا والأكياس، ومجموعة طبعا من اكسسوارات الأجهزة، سواء الأجهزة اللوحية أو الأجهزة طبعا الذكية لغيرها، ولا يوضح طبعا ديكور الباب. الباب طبعا ندخل نشوف. أيوة هذا هو يا جماعة الخير، خاص للصيانة. طبعا هذا ما في شك انه مخالف، ووجوده في هذه المنطقة اصلا مخالف. المحل كله مخالف، لا رخص ولا سجلات تجارية ولا ايضا طبعا ترخيص من هيئة اتصالات تقنية معلومات لبيع الشرايح، ايضا و بعض المخالفات الموجودة الخاصة في المواد البشرية، وايضا وزارة التجارة. يعطيك العافية أبو صالح. اليوم تقفون على نشاط مختلف اللي هو قطاع الاتصالات التجزئة. طبعا وش اللي صاير؟ مواقع مخالفة لا يوجد فيها لا تراخيص ولا سجلات تجارية، وتديرها عمالة من الجنسية الغير السعودية. تم رصد المواقع هذه وتصوير العمالة المخالفة وهي تمارس الأنشطة التجارية داخل هذه المواقع، وتم الوقوف على الموقع اليوم ولله الحمد، وضبط العمالة من قبل جهات الاختصاص. ممتاز.